شقط ولا خطوبة؟ تعالى أقولك هو بيفكر فيك إزاي يا خيبتك. في أول مقابلة قالك أنت عينيكي حلوة وأنا بحب ابتسامتك، يبقى أهلا بيكي يا حلوة في أول مراحل الشقط. عزيزتي البنت، مفيش حاجة اسمها حب من أول نظرة غير في الأفلام وبس، غير كده اسمه شقط. هتيجي تقولي ده معجب بيا من أول يوم، بيجري ورايا ويكلمني كل دقيقتين، وأكيد لو صبرت عليه شوية هيخطبني ونيني نيني ني نو 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 نو. لا يا أختي، خليني أقولك ده بيشقطك، ومش بس كده، ده هيروح يكرر نفس اللعبة مع ضحية تانية. كتير من البنات بينخدع في اهتمام الراجل المبالغ فيه، الاهتمام اللي بيظهر في البداية وبيخليها تقتنع 1,000,000% إن ده حب وتتشعلق فيه. تبقي يا أختي لسه عارفين بعض امبارح ويجي يقولك تاني يوم أنا بحبك وأنت جميلة وخطيرة وما حصلتيش، وأنت تاخدي الكلمتين من هنا وهوب تشغلي انغام في العربيه. قال لي بحبك من يومين. حبيبه قلبي، الراجل اللي بجد اللي شريك وعاوزك ما بيدخلش الدخله دي خالص. واحب اقول لك ان الراجل اللي بجد مش بيدلق عليكي من اول مره، ومش بيشغل لك اسطوانه انا بحبك وبموت فيكي وانتوا لسه عارفين بعض من يومين. اللي يقول لك البقين دول بيبقى واحد عنده تارجت وعايز يخلص. واحب اقول لك ان الراجل الجد لو معجب بيكي تلميحاته وخطواته بتبقى محسوبة. ما بيجيش يا اختي من اول يوم يقولك بحبك وبغير عليكي وتعالي نتقابل كل يوم، وما بيقعدش 6 سنين عشان يقولك اجي اتقدملك. واحب اقولك هتعرفي انك بتتشقطي لو لقيتيه نحنوح زيادة عن اللزوم في البداية، ومش هتلاقيه كلامه ناعم وهادي ومسهوك في نفسه. ولو لقيتيه كلامه ناعم وهادي ومسهوك في نفسه، ده بيشقط يا حبيبتي وبيجيب رجليكي. يبقى في البداية كده بسم الله الرحمن الرحيم هو ناوي يدخل في سكة كلام مش اللي هي تلميحات مش لطيفة، جسمك حلو، صوتك ناعم، شعرك جميل يا ماما، قولا واحدا ده بيشقط، مش ناوي على جد ابدا. ولو لقيتيه ما بيتكلمش عن نفسه ولا ناوي يعمل ايه في حياته ولا طموحه، ولا بيقولك انه عاوزك تبقي معاه في الخطة دي، يبقى بيشقطك على طول. خلي بالك الراجل اللي بيشقطك هيهرب اول ما تكشمي له في الكلام، وكنت بنت ب100 راجل من اول لقطه. لكن الجد بقى اللي شريكي وعايزك هيمسك فيكي ويثبت ويقول هي دي ام ولاد، هي دي اللي قلبي اختارها وينفع تنكد عليا كل يوم. يا بنت مش كل من قالك كلمتين حلوين تقعي فيها خيبتك، تقعدي بقى تحلمي وتقولي ده حبيبي وده جوزي وده كرة عيني. خدي بالك الرجاله اللي بتشقط اكتر من الرجاله اللي بتتجوز بنسبه 900%. ها وانتي بقى قوليلي في الكومنتات مين دخل عليكي دخلة الشقط دي وانتي قفشتيه. وما تنسيش تتابعيني انا بسنت نبراوي عشان تشوفي خيبتي وخيبتك يا خيبتك.